بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما الحاج يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أحسن من العيد. عملنا في الفيديو اللي فات الفول بالطريقة الجميلة الصحية اللي قدام حضراتكم دي، فول أحلى من المطاعم، اقتصادي جدا، ادخلوا وشوفوه هيعجبكم. وفول ده الفولة دايبة جدا 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 زي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي، عاملة زي الزبدة بالظبط. وعملنا كمان مع بعض قبل كده الزبادي الصلب الممتاز. طبعا الكوبايات مقلوبة على وشها وما بيقعش طبعا الزبادي منها، ادخلوا شوفوها هيعجبكم. وعملنا كمان مع بعض حبايب قلبي فيديوهات جميلة جدا هتعجبكم في القناة، تابعوها. وان شاء الله بإذن الله النهاردة هنشوف مع بعض المشتريات الجديدة اللي احنا اشتريناها. ودي برضو حبايب قلبي الكفتة عملناها مع بعض في الفيديو السابق على الفيديو ده على طول، ونشوف المشتريات مع بعضنا بالأسعار إن شاء الله. نبدأ مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم. ده كان جوزة الهند، أنا جايبة منه ربع كيلو، جبته يا ست الكل، كان ناعم جدا، كان ب62 جنيه الربع، وكان عليه كمان خصم حلو 5 جنيه. يعني هو الربع ب62 وعليه خصم 5 جنيه. لزوم البلح يا حبايب قلبي كده. وده كان دجاج استريبس ب260 جنيه، وعليه خصم 50 جنيه. هعدلكم القطع بتاعته وهوريكم الفاتوره ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى في الاخر، علشان نعمل استريبس مع بعض باذن الله في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. وكمان يا ست الكل كان معايا زبادي، هما كانوا 12 علبه من الحجم الكبير. كان الزبادي ب80 جنيه وعليه خصم ممتاز جدا، عليه 16 جنيه خصم. طبعا ناقص 4 علب، الولاد كلوهم طبعا بعد ما جبت الزبادي على طول. لو عجبكم الفيديو لحد هنا ما تنسوش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله تبارك وتعالى مني كل جديد. جبت كيستين من العيش الكريب، الكيس فيه 10 قطع، وال10 قطع ب 30 جنيه. يعني الكيستين دول جايباهم ب60 جنيه. بصراحة الكريب دوت سهل عليا جدا جدا عمل الستريبس، وسهل عليا كمان وقفتي في المطبخ، ويعتبر مش مكلف خالص في سعر الرغيف الواحد. وكمان يا ست الكل جبت زيتون شرايح، ده ربع كيلو كان ب38 جنيه. ده زيتون اللي هو مخلي من البذر، بيسهل على حضرتك تعملي بيه سندوتشات وتعملي بيه البيتزا بكل انواعها. طعمه كان جميل جدا وسعره حلو. ده حبايب قلبي برضو زجاجة من الكاتشب، دي كانت ب16 جنيه بس ما كانش عليها خصم، بس بصراحة كان طعمها تحفة. طبعا انا بداري اللوجو بتاعها او الاسم علشان خاطر ما يعتبرش اعلان. الحاجات دي كلها حبايب قلبي لو حابين تعرفوا انا جايباها منين بالخصومات اللي عليها اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله تبارك وتعالى. وادي معانا كمان يا ست الكل جبت نص جبنه موتزاريلا. نص الجبنه ده كان ب73 جنيه، هو ما كانش عليه خصم ولا حاجه. خلوا بالكم ان هو الطبق دوت انا ما برميهوش، انا بستعمله في حاجات تانية. وكمان الاسترتش راب دوت مفيد، ممكن تغسليه وتستعمليه في حاجات تانية برضو وبيحافظ على الجبنه. وجبت حبايب قلبي كمان ازازه من الفانيليا السايله، دي كانت ب13 جنيه ونص بس ما كانش عليها خصم. طبعا هي ريحتها جميله جدا وانا مجرباها كذا مره، وهي محطوطه في عبوه ازاز. برضو تخلي بال حضرتك علشان ما تتكسرش منك في شغل ولا حاجه. وجبت حبايب قلبي جبت مايونيز، كان الواحد بيتباع ب3 جنيه. طبعا برضو لزوم الاستريبس والعيش بتاعنا بتاع التورتيلا ده او بتاع السندوتشات. جبت لكل واحد، احنا كنا حوالي 7 أو 8. وجبت كمان ده ربع زيتون تاني، ده غير اللي انا وريته لحضرتك قبل كده. ده برضو الربع ده كان ب38 جنيه. برضو زيتون شرايح. ده كان مشترك خماسي، ده كان بتاع بنتي فاطمه، بصراحه هي اللي شجعتني اروح المكان ده، قالت لي ماما فيه خصومات حلوه. ده كان ب13 جنيه و75 قرش، مشترك خماسي يعني ليه 5 عيون.
جبت بقى كيس من الرز المصري الفاخر. ده حبته حلوة، يعني ما فيهوش نسبة كسر عالية. كان ب33 جنيه، وعليه خصم يعني يعتبر كويس، كان عليه خصم 5 جنيه، يعتبر كويس. ده يا ست كل كان سوداني مفروك محمص، كان ربع ب24 جنيه. انا بعتذر اني ما اتكلمتش في اول الكليب هنا علشان خاطر القرآن الكريم كان شغال. وده معايا حبايب قلبي، دي صورة على بعضها بقى. الفيديو بتاعنا اهوت زي ما حضراتكم شايفين اللي جبناه من اوله لاخره. لو عجبكم لحد هنا الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله تبارك وتعالى مني كل جديد باذن الله. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ولو آية واحدة في اليوم، وتدبرها على مراد الله تبارك وتعالى والعمل بها قدر المستطاع. واشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. وكل عام وحضراتكم بالف خير وصحه وسعاده. عايزه اقول لحضراتكم حاجه، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، فتقديرا من حضراتكم لمجهودي وتعبي يا ريت تحطوا اللايك. اللايك مش هيكلف حضرتك اي حاجه، مش هيتعب حد، لكن هيساعدني ويكبر القناه. والقناه دي طبعا هي قناتكم قبل ما تكون قناتي. واشكركم شكرا جزيلا، واترككم في رعايه الله سبحانه وتعالى وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته. فحينئذ حضور هذه المعاني في القلب هو الذي يساعد العبد على التخلص من معنى التوكل.